لم تنقذ الشواخص الإرشادية أرواح سالكي هذا الطريق منذ سنوات. المدخل الرئيسي لقرية أبو نصير الواصل من شارع الأردن منعطف خطر يؤرق السكان، ويزداد القلق كلما قرع جرس المدرسة المقابل للشارع. رداءة الطريق والازدحامات المرورية وكثافة السكان جعلت منه دوامة بلا حل يحصد الأرواح بين الفينة والأخرى في ظل استهتار الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية. هاي المدرسة راح ضحايا طالبات كثير، منها ضحايا سيارات الموجودة على هذا الشارع بسبب نزول شارع الأردن. شارع الأردن أنا بعتبره شارع الموت بالنسبة لأهالي منطقة أبو نصير، وهو حلقة وصل، يعني معظم اللي عملوا حوادث من المحافظات الأخرى. يخدم أكثر من 15,000 مواطن دوار قرية أبو نصير، والذي يعد مركز وصل بين شارع الأردن ولواء عين الباشا الواصل بين مختلف محافظات المملكة، لا يتناسب مع حجم الاستخدام الكبير عليه. طلع الشوارع، طلع الجور، طلع الدنيا كلها، بدأ تعبيد الشوارع بالتزفيت. لا مفر من تفاقم الأوضاع. تتوسع المشكلات في قرية أبو نصير لتمتد إلى المداخل الأخرى للقرية، فرداءة الخدمات العامة في الطرق تتسيد المشهد. طريق الشويحي المدخل الرئيسي الآخر للقرية هو شاهد على تردي أسوأ أنواع الطرق بسبب الضيق الشديد للطريق وسلوك الشاحنات وعدم وجود أي أطراف وشواخص إرشادية. أنت شايف الشارع خط حيوي بربط بين الشارع الرئيسي في قرية أبو نصير وشارع الأردن، والشارع ضيق وبصير عليه حوادث، وإحنا بنتمنى يعني إنه يوسعوا لنا إياه ويظبطوا لنا إياه. بين وزارة الأشغال ومجلس بلدية عين الباشا تتوسع رقعة سوء الخدمات وتزداد معها حوادث السير ووقوع وفيات. من قرية أبو نصير التابعة للواء عين الباشا بمحافظة البلقاء، محمد الحريري، التاج الإخباري.